نسبة كبيرة من الأفراد والأسر والعائلات المغربية كتلجأ لواحد العملية اقتصادية، عملية زوينة وهي دارت. هاد العملية فيها الكثير من التضامن والتعاون ما بين الأفراد، كتربطهم شي علاقة صداقة أو قرابة، وأحيانا حتى من الناس الحومة والمعارف. الكثير منهم كيديروا مجموعة يعني جروب، وكيتفقوا على واحد المبلغ مالي معين كبير ولا صغير، كيعطيوه كل شهر ويجمعوه. وداكشي اللي كيتجمع كل شهر كيتوزع بيناتهم بالتناوب اتور دورول. كل واحد فيهم كياخد في الشهر، وبيه يمكن لك ديباني او تشري شي حاجة راك محتاج لها لدارك، ما تقدرش عليها بالقليل من المال، ولكن بالكوتيزاسيون كل شهر وداكشي من يتجمع ديك المبلغ. يعني ممكن انك تشري ثلاجة مثلا، تشري تلفازة، تشري كذا كذا. يعني هاد الطريقة كانت ناجعة للناس باش يكوتيزيو واحد المبلغ صغير شهريا، وشدوا مبلغ كبير ملي يجيهم الدور، يجي عليهم الدور. وكانت النية والصفا طبعا. هذه كانت اجمل طريقة باش يتلافاو الكريديات، ما يكريديو من بنكة ما والو، عوض ما يمشي ياخد كريدي وزيد لي زانتيري والفوائد والاقساط. كيتفقوا ما بيناتهم ويديروا دارت، وبها باش كيقضيو الغرض. مرة انت، مرة انا، وغدا الاخر، وهكذا دواليك. هادشي كان نهار كانت النية والصفا كما قلت. اما دابا حاجة واحدة اخرى في هذا الزمان، للاسف هذا الزمان اللي طغات فيه الانانية، وانا من بعدية الطوفان ولا فرط سكرت كما يقولوا. بقينا كنشوفوا شي وحدين كيستعملوا هذه الطريقة التضامنية باش ينصبوا على الناس اللي دايرين معاهم، اللي مكوتيزيين في دارت، سيما لما كيكون واحد المبلغ المساهمة الشهرية كبير يعني بالملايين. كما في هذه الحالة اللي غادي نهضر عليها في الفيديو الموجود في القناة ديال موروكان كريم تيفي الجريمة المغربية. وهي حالة ديال واحد التاجر من مدينة مراكش، نصب على مجموعة من الضحايا، أفراد من العائلة ديالو، الفلاحة، التجار، نصب عليهم في الملايين الصحيحة. جمع تقريبا شي 200 مليون وهرف عليهم. جمع الحصيصة، شد التليفون ديالو عفوا، وخلاهم كياكلوا ريتهم، وسافر مشى لتركيا. هاد التاجر كان عنده سمعة طيبة عند الناس ومحبوب، كيبين دائما ديك الوجه الزوين، انسان الورع والتقوى ومعقول، وكيسعى غير الخير ويدير الخير، وفين ما كان شي خطوة فيها خير كيخطوها. معني بالامر كان ايضا معروف بلي كيشرف على ديك العمل، او كيدبر ديك العملية ديال دارت بين العائلة والناس المعارف ديالو. سنين هو كيدير هاد العملية وبطريقة زوينة، كمشي بسلاسة وبأمور عادي، وما كانش شي حاجة اللي يثير الشكوك. وهذا الشيء اللي زاد من الثقة والمحبة ديال الناس ليه. والثقة كانت عمياء في هاد السيد لدرجة ما عمرهم توقعوا ينصب عليهم، لكن الطمع غادي يعميه وغادي يدير الشيء اللي ما عمرهم ما فكروا فيه. للأسف بعد ما استحوذ واحد المبلغ مالي كتير كبير كما قلت، في المجموع ديالو كيقارب شي 200 مليون. شي مرة يعني في الشهور هذه اللي داز، اقترح على ديك الناس اللي كانوا كيساهموا معاه في هذه العملية ديال ادخار الدارت، اقترح عليهم باش يزيدوا في المبلغ اللي كيساهموا به، او بالاحرى كيساهم به كل واحد كل شهر. مثلا الا كانوا كيساهموا ب100,000 ريال كل واحد، خلوهم ارا نديرو 5 المليون. وهكذا ملي يجي دورك وتجمع ديك الحصيصة كاملة، غادي تشد واحد المبلغ مالي كبير، يمكن لك دير به شي حاجة كبيرة، مشروع مثلا، او تشري شي دار، او دير شي حاجة محتاجها، شي حاجة كبيرة. خاصة ان العدد ديال المساهمين كبير. تخيلوا معايا بنادم كل واحد يساهم 5 المليون في الشهر، ويكونوا مثلا غير 10 الاشخاص في الجروب. يعني ملي غادي تجي النوبة ديالك في 10 شهور، غادي تشد 50 مليون. 50 مليون مبلغ ما يجمعو غير الفم، يمكن لك دير به الشي اللي كتبغي. وهي فكرة زوينة عجبت صحابو من التجار والفلاحين اللي كانوا دايرين مع دارت من سنين طويلة. كما قلت فيهم بياعة وشراية وفلاحين كبار، حيت المبلغ 5 المليون ماشي كل شي عنده، ماشي كل شي بإمكانه باش يوفره كل شهر. 5 المليون كل شهر هادي راه، لأن خص تكون عندك تجارة مروجة بدخل كبير. وهذا هاد الغرض أو هاد العرض مغري جدا،
وأسال اللعاب ديال الناس المساهمين معه في الدارت. والسيد بدا كيجمع وكيدير ويوفي بالشي اللي وعد الناس به، والسمعة ديالو غير ما زادت في الصفا والشهرة، بقى كتشهر ما بين الناس. طبعا العدد المساهمين غادي يتزاد، وهو كان في الاول حريص يعطي الفلوس اللي كتطلع سميتو في القرعة، حيت على راس كل شهر كانوا كيديروا تيراج القرعة اللي مازال ما استافدوش. بحال دابا انا استفدت هاد الشهر الجاي ما ندخلش سميتي في اللائحه اللي غدار عليها القرعه، واللي كيطلع كيعطيوه هذاك الشيء اللي ماشي زعما نبقاو نتغنوا لا انا ناخذ هاد الشهر انت خليتها الشهر الجاي، لا داكشي بالتيراج. كان كيدير القرعه كل شهر وبالتناوب. ديك الالتزام ديالو بانه كيعطي الفلوس لاي واحد طلع في القرعه كل شهر زاد من الثقه ديال الناس فيه، وحتى اللي كانوا كيشكوا في الاول تشجعوا وبداو كيسخاو كيعطيو الفلوس. والعملية غادي تكبر ودامت شهور وهو على هاد الحالة كيعطي اللي تعهد به مع الناس المساهمين حتى الاول ديال شهر يناير الجاري 2024، ملي الناس تفاجئوا بالسيد وعلى غير عادته طفي التليفون ديالو. يعني التليفون غير مشغل، واللي كيصون عليه كتجاوبوا اما العلبة الصوتية او يتعذر الاتصال بما يخاطبه. الشي اللي زاد من القلق ديال الناس، الكثير من المساهمين من المعارف ديالو والاصدقاء من التجار والفلاحين اللي مشاو كيقلبوا عليه. اول بلاصه غادي يمشيو ليها هي دارو، مشاو باش يطمئنوا عليه يعرفوا واش مريض ولا شي حاجه او شي حاجه وقعت له، علاش بالضبط تليفونه طافي، علاش ما كيجاوبش. الصدمه كانت قويه. ملي مشاو لدارو ما لقاوش ليه اي اثار، ما لقاو غير الدار مسدوده. ملي سولوا الجيران غادي يكتشفوا ما هو امر واخطر. السيد هاجر مشى غادر ارض الوطن، سافر لتركيا. ناري على زهر، ناري على زهر، كل شي دار يديه على خدو بندب. لكن كيفاش غادي ينفع الندم والنديب ملي اكتشفوا انهم طاحوا ضحايا اكبر عملية نصب واحتيال من طرف واحد الشخص ثقوا فيه وبزاف. ملي دارت الهضره ما بيناتهم تبين ان السيد لها فما مجموعه تقريبا 200 مليون، وهو المبلغ اللي تجمع له وتراكم وكانوا كينتظروا باش يوزعوا عليهم. السيد ضرب حصيصه ومشى هرب لتركيا يتفطح ويعيش الحياه بطولها وعرضها. التجار والفلاحين ضحايا هاد العمليه النصب والاحتيال حايرين شنو غادي يديروا. طبعا كيبقى تقديم الشكاية للنيابة العامة المختصة أقرب حل يمكن اللي يلجؤوا ليه في حالة إذا ما بانش ورد ليهم رزقهم. ومادام هرب مشى لتركيا محال. الخواتات ما تثقوش بزاف، ما تثقوش بزاف. صحيح عملية الدارت عملية ادخار زوينة ومفيدة لكم وللجميع، لكن ما تثقوش بزاف. وحتى لا ساهمتوا ما تغرقوش، ما تساهموش بشي مبلغ مالي كبير بحال هادو. حتى الا مشات ديك الشي اللي ساهمتو به يمكن الضرر غادي يكون خفيف شويه. اما تساهم ب5 المليون وتلقى راسك لا حب لا تبن، هذه هي المصيبه. الله ينجيكم، قولوا امين، قولوا امين. هذا الزمان ما بقى يتعجب فيه. قبل ما نختم، لقطات ديال هذا الفيديو هو فيديو مركب ما عندوش علاقه بالقصه، درناه باش نعمرو عوض ما نديرو الصور ثابتة. وشكرا جزيلا ومعذرة على هذا الأمر.